بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم جميعا مع الجديد في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. مع حضراتكم مهندس محمد كمال معتمد، مهندس غزل ونسيج من جمهورية مصر العربية. نبتدي مثلا نشوف أسعار قماش التريكو في العالم عامل ازاي. في شركة كبيرة جدا في الهند بتعرض أسعار. تعالوا نشوف هي عارضة ايه. عندها مكن ياباني اسمه فكارة، تنتج سنجل جيرسي، تراك 4، سلندر 30، بتعمل جيج 28، عدد المغذيات أو الكون 96، الوزن العرض 178 سنتي، وبتنتج بردك ممكن نفس المواصفة لكن جوش خشن شوية 24، عرض 170. طبعا من نمرة 30/1 ممشط كومباكت، وفي جيج 18 بتعمل عرض 111 سنتي، يعني في 178 سنتي، في عرض 170، في 187، في 111، بس ال 111 ده رب، الباقي كله سنجل جيرسي. إذا حد مهتم يجيب أقمشة تريكو من الهند يبعت لي وأنا هجيب له. شركة محترمة جدا، مكان كله جديد ياباني. أي مواصفة. العروض الموجودة 178، 170، 187، 111 رب. طيب تعالوا نشوف أسعار الغزول العالمية عاملة ازاي. في الهند برضو خيط 20/1 قطن ممشط كومباكت عامل 2.56 للكيلو. طيب خيط 24/1 قطن ممشط كومباكت عامل 2.63 للكيلو. طيب خيط 30/1 قطن ممشط كومباكت عامل 2.74 للكيلو. طيب خيط 36/1 قطن ممشط كومباكت 2.94. خيط 40/1 ممشط كومباكت 3.06 دولار و6 سنت. أكتر نمرة بتستخدم في العالم 30/1 عامل 2.74، سعر جميل جدا على فكرة. طيب ده في جنوب الهند، شركة كويس. طيب بالنسبة للمسرح للنسيج 16/1 ب2.45، 20/1 عامل 2.55 دولار، خيط 24/1 عامل 2.65، خيط 30/1 عامل 2.68. يبقى ديت أسعار الغزول الممشطة الكومباكت والمسرحة. وإذا حد عايز قماش برضك موجود، نقدر نجيبهوله لأي مكان في العالم. طيب نشوف البوليستر أو التكتشر. خيط البوليستر 75/36 محلول سيمي ضل خام أو أبيض ب$24 للكيلو. طيب لو 75 شعيرات عامل $26 للكيلو. طيب خيط 100 شعيرات، 100/144 شعيرات عامل $21 للكيلو. طيب خيط 150/144 نفس سعر ال 150/288. في ناس بتفضل شعيرات 144، وفي ناس بتفضل 150/88. طبعا ال 288 أفضل. السعر $17 للكيلو. طيب خيط 70 أو 75/36 أسمر لون أسود ب$36 للكيلو. طب 150 شعيرات لون أسود ب$26 للكيلو. طيب أكتر نمرة مستخدمة في الإسبانات 30/1 ب$42 للكيلو. خيط 40/1 بوليسبان $62 للكيلو. خيط 30/2 مزوي بقى، يعني أنا لو جبت ده وزويته $77 للكيلو.
خيط 30/1 الشانيهات أو الميلانج 5%، 10%، 37 عامل $1.62 للكيلو. طبعا جميع هذه الأسعار سيف العين السخن، يعني لحد ميناء العين السخن. إذا حد طالب قطن، طالب قماش، طالب اسبان، طالب دي تي واي، معاك الواتس بتاعي، ابعتلي وإن شاء الله أجيب له الأوردر لحد أي مينا هو محتاجها. تعالوا برضك نشوف أخبار الغزل والنسيج إيه. إن الصين صدرت لفيتنام في الفترة من شهر 1 لحد شهر 7 بقيمة 101.4 مليار، خلي بالك، مليار دولار غزل ونسيج. يعني الأقمشة صدرت ب6 مليار، الألياف اللي هي الشعيرات ب1.1 مليار دولار، مواد النسيج والمواد المساعدة 2.4 مليار دولار. ففي الفترة ده هي بس خلي بالك إن صناعة الغزل والنسيج يعني صناعة إذا الدول استغلتها بتدخل دخل كتير جدا. يعني النهاردة بس الصين في فترة من شهر 1 7 شهور صدرت لبلد واحدة زي فيتنام ب101.4 مليار دولار غزل ونسيج. طيب، خبر تاني، أصبحت باكستان أكبر مستورد للقطن الشعر من البرازيل. يعني باكستان دي بقت رقم 1 خلال الفترة ما بين يناير إلى يوليو 2025. استوردت باكستان من البرازيل بقيمة 9.9 مليار دولار. باكستان اللي كانت بتزرع قطن بدأت تستورد قطن نتيجة إن هناك أعاصير وهناك بعض الأمطار وضعف في ضعف في المحصول، فاستوردت بقيمة 9.9 مليار دولار من الصنبا البرازيلي. طيب، عندنا أكبر معرض عالمي للأقمشة المنزلية والفوط والبشاكير سيكون في ألمانيا واسمه الهيم تكستايل. يا ريت الناس اللي بتهتم بيه يروحوه، وهيبدأ في الفترة ما بين 13 إلى 16 يناير 2026، وسيجمع تحت سقف واحد صناع الستائر والسجاد. هيجمع كل اللي بيصنعوا ستائر وسجاد وفوط وملايات وأقمشة غير منسوب. اللي يقدر يروح المعرض ده يروح معرض كويس. طيب، في شركة عالمية مشهورة بمكن الغزل اسمها شركة ريتر العالمية، استحوذت على شركة برمج الرائدة في إنتاج ماكينات الألياف الصناعية. وشركة برمج هي شركة ناجحة ومتخصصة في تصنيع ماكينات الألياف الصناعية ومعدات الأقمشة غير المنسوجة. حققت أرباح الشركة ده عام 2024 بقيمة 734 مليون فرنك سويسري، يعمل بها حوالي 2600 موظف. أكبر أسواقها هي شركة ناجحة الصين والهند وتركيا وأمريكا. فشركة ريتر استحوذت على شركة برماج الرائدة في إنتاج ماكينات الألياف الصناعية. تابعوني دايما في قناتي، هتجدوا الجديد في الغزل والنسيج والجديد في الأسعار. تحياتي وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.